بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يذكرنا بتعريف علوم القرآن برفع اليد؟ أحسنت، 4 كلمات. علوم القرآن مباحث كلية تتعلق بالقرآن. لا يكتب لي أحد في الاختبار مباحث كلية تتعلق بعلوم القرآن، لا، أنت تعرف لي علوم القرآن، ما ينفع تعرفها بنفس اللفظ. مباحث كلية تتعلق بالقرآن، أنت العلوم عرفتها بمباحث، خلاص، مباحث كلية تتعلق بالقرآن. من هذه المباحث مبحث يسميها العلم آخر ما نزل من القرآن. تذكرون المحاضرة السابقة، نأخذ مراجعة يسيرة، أول ما نزل من القرآن على الإطلاق قلنا اختلف أهل العلم فيها على كم قول؟ 4 أقوال. أحسنت يا عبد الرزاق. والقول الراجح ما هو؟ أول ما نزل من القرآن، تفضل. أنت نعم أنت. سورة؟ لا، خطأ، لا، برفع اليد. ما سورة اقرأ؟ إجابة خاطئة. مطلع سورة العلق. في فرق. سورة العلق ما أنزلت كلها، نزلت 5 آيات فقط، فلا تضع لأحد مجال أن يخطئك. فأول 5 آيات من العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5 آيات التي نزلت لحديث عائشة في البخاري، وهو القول الذي عليه جماهير السلف والخلف. طيب، الآن هذا أول ما نزل من القرآن، وأخذنا أن القول الثاني يا أيها المدثر، قول جابر بن عبد الله أن أول ما نزل صدر سورة المدثر، والقول الثالث الفاتحة، والقول الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. 4 أقوال في أول ما نزل من القرآن. طيب، عكس هذه المسألة آخر ما نزل من القرآن فيها أقوال. القول الأول أن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، والزهري، وسعيد بن المسيب. آية الربا، ما الدليل على هذا القول؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. قول ابن عباس، وابن عباس ممن شهد التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا. هذا القول الأول، أن آخر ما نزل من القرآن آية الربا. طيب، القول الثاني: آخر ما نزل من القرآن آخر آية آية التقوى. ما هي آية التقوى؟ في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه تستطيع أن تسميها بآية التقوى. هذا القول أيضا هو منسوب لابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب. كيف ابن عباس يقول القول الأول ويقول القول الثاني؟ سيأتينا التوفيق. يقول آخر ما نزل آية الربا، وعنده قول آخر ما نزل آية التقوى. ووضعوا لكم في الكتاب الأدلة، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القول الثالث أن آخر آية نزلت هي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية في القرآن، وجه كامل، آية الدين. هذا روي عن سعيد بن المسيب والزهري. الأدلة: ابن شهاب الزهري يقول: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. وأيضا ورد عن سعيد بن المسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن أنه
بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. فإذا هاي ثلاثة أقوال. القول الأول عبد الله بسرعة يا أخي. آية الربا. القول الثاني القول الثالث الدين. آية الربا، آية التقوى، آية الدين. هذه الأقوال الثلاثة بعض أهل العلم كالسيوطي ورجحوه هنا في الكتاب، وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري أنهم قول واحد، أن آية الربا نفس الوجه في أسفل الوجه آية التقوى، بعد هذا آية الدين. فوفقوا بين هذه الأقوال الثلاثة وقالوا هم هذه الأقوال الثلاثة قول واحد. فآخر ما نزل من القرآن آية الربا وآية التقوى وآية الدين مع بعض، نزلت جملة واحدة. هذا هو الذي رجحوه في الكتاب. وأنا قلت لكم دائما احرصوا على الترجيح المذكور في الكتاب. ما الأسباب لترجيح هذا القول أن يجمع الأقوال الثلاثة؟ قال لأن الآيات الثلاثة متتابعة في القرآن في سورة البقرة. الأمر الثاني لأن ابن عباس رضي الله عنهما مرة قال آية آخر ما نزل آية الربا، ومرة قال آية التقوى، مما يدل على أنه لعله يقصد أن كلا الآيتين نزلت مع بعض، فأشار مرة إلى هذا وأشار مرة إلى هذا اقتصارا على البعض. أيضا البخاري رحمه الله في صحيحه أشار إلى هذا المعنى، وهو الجمع بين هذه الأقوال. وقال البخاري إذا أردت أن تعرف آراء البخاري، فقه البخاري، كيف تعرفه من صحيح البخاري؟ هو حديث حدثنا فلان 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف رأي البخاري؟ اللي عنده جواب يرفع يده. فقه البخاري كيف نأخذه من صحيحه؟ نأخذه من التراجم. ترجمة يعني العنوان، كتاب الإيمان، باب إن الإيمان قول وعمل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا الباب أحيانا يذكر فقهه، يذكر ما يستنبط من الأحاديث. وهكذا في عامة كتب الحديث التي كتب مؤلفوها التراجم. فالبخاري كانت تراجمه عبارة عن ألغاز، ليس في كلها طبعا لكن البعض منها مختصرة وفيها صعوبة، ولا يحب أن يعطيك الفائدة هكذا سهلا، لا، يريدك أن تفكر، يريدك أن تستنبط، يريدك أن تحرك عقلك. في تراجم سهلة وفي تراجم اختلف أهل العلم في المراد منها. هنا لهذا الفقه يؤخذ بكيف أخذ فائدة بعيدة من هذا الحديث. الحديث في العقيدة يعطيك فائدة عن حكم مس المصحف، أنت تستغرب إيش علاقة حديث في العقيدة عنده معنى. وابن حجر في فتح الباري وغيره من الشراح يعني طولوا في وجه المناسبة ولماذا وكيف استنبطت. انظر، هذا مثال على فقه البخاري وكيف كان البخاري رحمه الله تعالى عبقريا ذكيا جدا، غير أنه حافظ مئات الآلاف من الأحاديث، عنده بعد نظر وعنده دقة بالاستنباط وعنده عبقرية في الاستدلال، جعلت من البخاري إمام المحدثين، جعلت من البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن زمنه إلى اليوم عنده أعداء. البخاري ميت الله يرحمه، وضع لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يكرهه كرها شديدا إلى اليوم، سب البخاري ولعن بالبخاري وطعن بالبخاري. لماذا؟ لم يستطيعوا أن يفعلوا مثل فعله. فهناك من الناس إن لم يستطع أن يفعل مثل فعله بدل أن يستفيد منه يسبه ويشتمه. فالبخاري رحمه الله تعالى هذا علم، هذا من أئمة الإسلام والمسلمين.
البخاري ماذا بوب؟ انظر، قال أن البخاري رحمه الله من فقهه ودقة علمه أنه أورد قول ابن عباس في آية الربا، آخر آية نزلت آية الربا. حلو، ابن عباس هذا. طيب ما الترجمة، ما العنوان تضع؟ آخر آية نزلت آية الربا، هذا ظاهر، لأن الأثر الحديث عن ابن عباس آخر آية نزلت آية الربا. لكن البخاري ما فعل هذا، وضع عنوان باب في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آية التقوى، ثم وضع الأثر الذي تحته قول ابن عباس آخر ما نزل آية الربا. فأنت أول ما تقرأ تقول لا يوجد مناسبة، لا يوجد علاقة بين هذا وهذا، لكن كأنه قصد وأشار إلى أن كونهما قولا واحدا، هما قول واحد، لهذا وضع الترجمة شيء والآية شيء آخر. طيب هذا هو قول الراجح. لما أقول لك ما هو القول الراجح في آخر ما نزل من القرآن، تقول لي آية الربا وآية التقوى وآية الدين نزلت مع بعض. طيب هذه 3 أقوال ونجمعها أنها قول واحد. طيب القول الرابع أن آخر، وعندنا هنا وقفة، آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وهذه الربا هذه المعصية من الجرائم عند المسلمين، من العظائم عند المسلمين، من الكبائر عند المسلمين. وكثير من الناس اليوم الربا يعني أمر سهل، يعني ما هو الربا؟ أنواع وكذا، لكن الربا المنتشر الآن ربا الديون. اسمك عبد الله غني، أو نعطيك فقير ولا غني تبي؟ فقير عشان يطابق الحال ولا عشان عكس الحال؟ الله يحفظك. عبد الله محتاج، يبي 10,000 دينار بيتزوج، يروح حق واحد يعطي ديون. عبد الله مسكين بيتزوج ما عنده ومضيقين عليه وما يصير زواج إلا ب10,000 دينار. يذهب إلى هذا الغني اللي عنده 10 مليون دينار، فال10,000 عنده مثل 100 فلس عند واحد منه. يقول له، يقول حق عبد الله، يقول حق هذا المرابي محتاج والله فزعة، يقول أبشر ماذا تريد؟ أريد أتزوج. ما شاء الله بارك الله لك يا عبد الله، الله يوفقك. طيب الحمد لله أنك تتزوج. قال لكن مو يعني أنا قايل لك عشان تدعي لي الله يجزاك خير، لكن أنا بفلوس، أنت الله مرهي عليك وعندك يقولون 10 مليون وكذا، أنا أبي 10,000. أبشر 10,000 أعطيك 20,000. قال لا 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 بس أنا أبي 10,000. ما عندي مشكلة، لكن ترجعها يا عبد الله بعد سنة 20,000 ضعف، أو ترجعها بنسبة 10%. فال10,000 كم 10%؟ لحظة يا جماعة، الحين عاد راح يبين اللي عنده فلوس ولا اللي مسكين ما يدري. 10,000 10% كم؟ 1000. فضيفها على 10,000 تصير 11,000. شوف اللي يقول عن نفسه فقير هو اللي جابها. الله زين. فقال له تجيب لي 10%، تردها 11,000. بعد سنتين 10%. 10% من كم؟ من 11 1100 زيادة. بعد هذا وتزيد هكذا تصاعدية. هذا الحبيب المرابي جالس لا شغل ولا مشغلة ولا شيء، بس عنده أموال. ومسكين عبد الله ما ذنبه؟ أنه فقير، أنه محتاج، أنه يريد أمرا حاجيا وربما يكون ضروريا، علاج، زواج، دراسة، سيارة، أمور، حاجات ضرورية، سكن. فيأتي هذا المرابي. لماذا الربا هذا من أشد المعاصي ومن كبائر المعاصي ومن كذا؟ لأن فعل الأرذال السفلة. الأصل أخوك إذا احتاج لك ماذا تقول له؟ رقبتي لك. هذا يقول له حبيبي شلون أستفيد منك؟ أعطيك إياها باردة مبردة. فهذا فعل واحد نذل، لهذا فعل محرم. الشيء الثاني أن فيه استغلال حاجة البشر لمصلحتك الشخصية. المرابي طبعا حاشاكم، شلون؟ يعني تشوف واحد قاعد يغرق
ولا واحد انقلبت في السيارة والحين قاعد تشب وأصيب، يبي أحد يطلعه، فيقول لك يا فلان ساعدني وانت ما عندك شيء. المرابي يأتي يقول ايه اساعدك بس كم تدفع؟ قاعد تحترق السيارة، طلعني. طيب بطلعك، كم تدفع؟ اعطيك اللي تبي. فيستغل حاجته لأن يستفيد هو، وهو مو يعني قمة القذارة واللعانة. لهذا لعن آكل الربا. كذلك واحد يغرق، انت تعرف السباحة، تشوف واحد قاعد يغرق يشرب ماي مسكين وكذا، انقذني انقذني، يقول له كم تدفع؟ انقذك بس كم تدفع؟ الناس ماذا يشتدون في الإنكار على من يفعل هذا الفعل، صح؟ لأنه يقول الآن ما عنده رحمة، ما عنده إنسانية، ما عنده مرجلة، ما عنده مروءة. واحد يغرق وانت تقول له كم تدفع؟ وما عنده مشكلة هذا المرابي أن يموت هذا ولا يساعده. يأتي واحد يريد أن يموت، يريد سكن، يريد أكل، يريد شرب، يريد أمور، أنا مكلف فيك، أنا ما أعطيك، ما ساعدك ولا أعطيك أي شيء. لهذا الإسلام أتى قال غصبا عن خشمك تعطيه. هذا فقير، كيف؟ 2.5% زكاة واجبة، يأتي ولي الأمر يأخذها قسرا. لماذا؟ لإعطاء الفقراء. وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. المهم، فالربا لهذا هو محرم ومن الكبائر. والآن لو أسألكم، لو واحد عنده عمارة على البحر مضبطة وبنيان حديث، شيء ما تشوف هلا بالتلفزيون، شيء الدور الأرضي، جاء ناس قالوا له نريد أن نأجر الدور الأرضي والدور الميزانين أو الأول. قال تمام، بس إيش النشاط؟ يقول والله نشاط ما يسرك، بس أنت كم الأجار عندك؟ قال بالسنة 30,000. قال ندفع لك 60,000. إيش النشاط؟ قالوا دعارة والعياذ بالله. قال خلوني أفكر. بعد يومين ولا يطقون على الباب، نبي نأجر ناس ثانيين، نبي نأجر الدور الأرضي والدور الأول. كم الأجار؟ قال 30,000. قال نعطيك 60,000 بعد، بس احنا نبيها. قال لي ترى في ناس طالبينها. قال 60,000 مستعدين ندفع. ايش نشاطكم؟ ويقول احنا بنك ربوي نتعامل بالربا. ما هو الأقل جرما لهذا الإنسان لو سألك، بما أنك طالب شريعة ما شاء الله، أو إذا مو طالب شريعة قاعد تدرس علوم قرآن، قال لك يا شيخ افتينا، منو أقل جرم؟ أنا موقع مع واحد منهم، لا تقول لي اثنيناتهم حرام، أدري اثنيناتهم حرام، بس أنا أبي أقل معصية، وأنت عندك جواب إما ألف وإما باء. الذي يقول يوقع مع البنك مع الدعارة أخف من البنك الربوي يرفع يده أقل جرما. اللي يقول دعارة أخف يرفع يده. ارفعوا خل أشوفكم، مستحيل أنتم. طيب جزاكم الله خير. ما في واحد متوقف ما يرفع يده؟ اللي ما يرفع يده لا بس خلاص واضح السؤال. انطر أنا الحين بسأل. هذا جاوبه. اللي يقول دعارة أخف يرفع يده، ارفعه 10 بس. الآن اللي يقول لا البنك الربوي أخف من الدعارة، نسأل الله العافية، يرفع يده. خالد ما يصير ما ترفع لا هني ولا هني، ما يصير ترفع يدك على الموضوع هذا. بكيفك؟ هو أنا قاعد نستفيد، إحنا قاعد نتعلم مو صدق. رفعوا يدكم. اللي يقول البنك الربوي. خالد شو تشوف؟ ليش ما رفعت؟ الله يهديك. طيب 11 ارفع خل أعدكم. طيب ما هو الأعظم جرما؟ الله أعلم. نرفع ايدنا مثل ما خالد يرفع ايده، احنا نسأل الله العافية. كلها زفت مزفت، كلها خياس بخياس، كلها جرائم وكلها ظلم وكلها من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. لكن جنس الربا أعظم من جنس الزنا، الجنس. لكن ما يلزم أن كل واحد مرابي أخف من كل واحد زاني، لا.
ربما أنت ترابي ب10 فلوس، أعطيك دينار وترد لي إياها 10 فلوس، دينار و10 فلوس. وواحد فاتح دعارة ويفسد ملايين البشر، نقول هذا اللي خذ 10 فلوس أشد عند الله من اللي أفسد ملايين البشر بدعارته ودعارة عالمية؟ ما نستطيع أن نقول هذا. لكن الحديث الذي متكلم في إسناده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم من ربا أشد على الله من كم؟ من 36 زنية. ومتكلم في إسناده، لكن أهل العلم البعض منهم يقول جنس الزنا أخف جرما من جنس الربا، وإن كان كلاهما من كبائر الذنوب. نعم عبد الله. الوكالات السيارات تدفع كاش واقساط، الاقساط يعني قيمة سيارة تقول 24,000 تدفع اقساط، يعني هم يحسبون 27,000 من السيارة. إذا كاش تدفع 24,000 ما في مشكلة. هل يعتبر هذا ربا ولا لا؟ طيب هذا شيء ثاني. البيع التقسيط شيء، وأخذ أموال وردها بأكثر منها شيء آخر. طيب فالربا عظيم. الآية الثانية آية التقوى، صح؟ ما هي التقوى؟ كل جمعة تسمعون الخطيب يقولون اتق الله اتق الله. ها خالد، ايش التقوى؟ واحد قال لك توه مسلم قال لك ما هي التقوى؟ تفضل. انت التقوى. واحد قال اتق الله، قال لي، قلت له جزاك الله خير، ان شاء الله بصير متقين. ايش يعني؟ ما تدري؟ عمرك اول مرة تسمعها؟ ما عندك التعريف عليها. طيب تفضل. انت تعبد الله فإن لم تكن تراه، هذا الإحسان وليس التقوى. طيب تفضل الزاوية. نعم أنت. يعني يقول اتق الله يعني خاف الله. ها اللي لابسين كبابيس هم حبايبي كلهم بطلعهم اليوم. ها قول. عفا واحد يقول اتق الله يعني ايش؟ نحن الحين بدي اصير من المتقين، شو اسوي؟ ها لا انطر، خلنا على ها عبد العزيز. تخشى الله وتعمل. ما ينفع انتم تتكلمون، لا تتكلمون، خلوكم معنا. ها كيف؟ تخشى الله تعمل بقوله. يعني كلنا متقين ان شاء الله. في واحد ما يخاف الله منكم؟ يعني كلكم متقين الان ما شاء الله. ها خالد، كل جمعة تسمع خطيب الجمعة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا اتقوا الله. شلون أنت في مرة عملت بالتقوى هذه العبادة؟ صليت الحمد لله ويمكن رحت عمرة، في مرة اتقيت الله؟ الله نفس جواب. اللي هو اللي يخشى الله، تخشى الله. كل مسلم يخاف الله يعني. في مسلم ما يخاف الله؟ مستحيل. فكل المسلمين متقين. شلون يعني التعريف؟ يلا عطنا التعريف يلا. ابتعاد عن المحرمات واتيان الطاعات. ابتعاد عن المحرمات والاتيان بالطاعات. طيب احسنت. نعم، ما هي الوقاية؟ فعل الخيرات. الوقاية هي ما قالها محمد. التقوى من اسمها أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، حماية. ما هي الوقاية؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. انتهينا. طيب هذه إذن التقوى مهمة، والتقوى مسألة جزئية أو نسبية. ما في واحد يعني مسلم الآن فاسق، بكرة مسلم تقي، بعدها مسلم ولي. لا، هي مثل الإيمان يزيد وينقص، نفسها التقوى. مع طاعة الله عز وجل ومع القرب من الله عز وجل تقترب من التقوى وتكون من المتقين، ومع المعاصي ومع كذا تبتعد، مع فعل المحرمات ومع ترك الواجبات تبتعد من هذه المنزلة، وهكذا. طيب والثالثة الدين. والدين طيب خلونا نمشي شوي. القول الرابع
أن آخر ما نزل هو آية الكلالة في آخر سورة النساء، في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة بالمواريث. هو قول البراء بن عازب، روى البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وهذا القول مرجوح لمعارضته الأقوال السابقة وهي أرجح منه. وذكر عندكم في الكتاب الجواب عن هذا الأثر بأنه يحتمل كل الآن الأقوال القادمة هي أقوال مرجوحة، والرد عليها بنفس الجواب تقريبا، والإجابة عنها أنها لعل أصحابها من الصحابة أو من التابعين قصدوا آخرية مخصوصة. إيش يعني آخرية مخصوصة؟ يعني آخرية في موضوع معين، يعني آخر ما نزل سورة كاملة، آخر ما نزل في موضوع معين من المواريث أو من أحكام كذا، ليس آخر ما نزل مطلقا من آيات القرآن. فقالوا يحتمل أن يكون المراد بقول البراء رضي الله عنه آخرية المقيدة، وهو آخر ما نزل في المواريث. وآخر سورة نزلت التوبة يعني آخر ما نزل في شأن القتال، والله أعلم. طيب، القول الخامس أن آخر ما نزل سورة النصر. في روى مسلم في صحيحه عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ فقلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. فقال ابن عباس: صدقت، آخر سورة نزلت. طيب، كيف نوجهها؟ سورة. أحسنت، نفس أنا قلت لكم ساعة، كل الأقوال توجه بآخرية مخصوصة. الآن صاد الآخرية المخصوصة إيش؟ سورة كاملة نزلت جميعا. فقال المراد بالآخرية هي آخرية خاصة مقيدة، وهي آخر ما نزل من السور كاملة، والله أعلم. فإذا هذا القول كذلك مرجوح لو قلنا آخر ما نزل من القرآن سورة النصر. طيب، القول السادس أن آخر ما نزل سورة المائدة. روي عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ما الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت المائدة. وهذا القول مرجوح. لماذا؟ لأنه نزل بعدها سور وآيات. فإذا كيف نوجه هذه الأقوال؟ كل هذا التوجيه لماذا؟ من باب التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، بدل أن نقول هذا القول خطأ، هذا القول يخالف من هو أصح منه، فهذا القول خطأ. لا، أهل العلم يتأدبون مع أقوال الصحابة أو مع قول مخالف، ويقال لعله قصد كذا، لعله قصد كذا. وإلا إذا قال لا، واحد قال لا ما قصد كذا، فإذا القول غير صحيح، قول مرجوح. هناك أقوال من الصحابة أقوى منه، وهي آية الربا وآية الدين وآية التقوى. قال الجواب عن هذا آخر سورة نزلت سورة المائدة أن يرى أن لعل المراد آخرية مخصوصة، وهي آخر سورة نزلت في المائدة، يحتمل أنه من السور السبع الطوال، هي آخر سورة نزلت، أو آخر سورة نزلت في شأن أهل الكتاب اليهود والنصارى، والله أعلم. إذن آخر ما نزل من القرآن، إذا قلنا في أول ما نزل من القرآن 4 أقوال، آخر ما نزل من القرآن كم قول؟ 6 أقوال. توني قايلها أنا الحين، 6 أقوال. آية التقوى، آية نعم من الربا، آية التقوى، آية الدين، وقلنا هذا قول واحد. القول الرابع آية الكلالة. الخامس آخر ما نزل سورة النصر. السادس سورة المائدة. طيب، ليس من هذه الأقوال مما ذكر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس من الأقوال أن آخر ما نزل. كيف؟ هذا إشكال. هل هو من الأقوال أن آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ لا، ليس من الأقوال. هذا ليس ما قال أحد من أهل العلم المتقدمين أن هذه الآية آخر ما نزل. طيب، فإذا ما المراد بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم؟ ومع هذا ما قال أحد من أهل العلم المتقدمين أن هذا آخر ما نزل، يعني نزل بعدها آيات. كيف كمل الدين ونزل بعدها آيات؟
واضح ها؟ الجواب عن هذا واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال الجواب التاريخي. قالوا الأول، إيش الجواب التاريخي؟ أن الآية نزلت هذه اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع في السنة 10 للهجرة ظهر يوم الجمعة في خطبة يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول من العام 11 للهجرة، فتكون الآية قد نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 81 يوما، وخلال هذه 81 يوم نزلت آيات. وقد سبق ذكر أن الآية واتقوا يوما ترجعون فيه الله نزلت قبل وفاته ب9 ليال فقط، مو 81 يوم، لا هذه نزلت 9 ليال قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو القول المشهور الصحيح وصرحت بذلك الآثار. طيب الجواب الثاني الجواب التفسيري. إذن خلاص عرفنا أنها هي ليست آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ما معناها؟ يحتمل وجوها، ذكروا 6 وجوه في اليوم أكملت لكم دينكم. الوجه الأول اليوم أكملت لكم دينكم يعني أكملت لكم الإيمان فلا تحتاجون إلى زيادة، وقد أتمه الله فلا ينقصه، وقد رضيه فلا يسخطه. قاله الطبري. فإذا اليوم أكملت لكم دينكم المقصود بالدين الإيمان، فكمل الإيمان، كان الإيمان عرفت. الوجه الثاني اليوم أكملت لكم دينكم المراد بإكمال الدين الإقرار بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه، كما روى الطبري عن ابن عباس كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة. فإذا الإقرار بالبلد الحرام وأن المشركين أجلوا من هذا البيت من مكة ومن بيت الحرام، هذا إذن الوجه الثاني معنى التفسيري. المعنى الثالث يحتمل أن المراد اليوم أكملت لكم دينكم أي حجكم، إكمال الحج، فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أيها المؤمنون دون المشركين. كان قبل هذا العام يحج المشرك من كفار قريش ومن غيرهم من العرب مع المسلمين، لكن بعد هذه الآية وبعد نزول البراءة ما في، لا يحج بعد العام هذا مشرك، فأفرد البلد الحرام للمسلمين. هذا الوجه الثالث. المعنى الرابع اليوم أكملت لكم دينكم تحتمل أنها إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وظهوره على الدين كله، أن الدين اليوم أكملت لكم دينكم يعني أظهرته لكم أيها المسلمون، هذا المقصود، ليس المقصود أن آخر ما نزل من القرآن. وقد الاحتمال الخامس اليوم أكملت لكم دينكم إكمال القواعد والأصول العامة في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم أصول العقيدة، أصول العبادات، أصول كذا، لا يمنع هذا أن تنزل بعض التفصيلات والتشريعات الجزئية. السادس والأخير مما ذكر في الكتاب اليوم أكملت لكم دينكم هو إكمال أركان الإسلام 5 بإتمام الحج، وهذا يدخل بإكمال الحج، لكن يعني قد يفرد بأنه إكمال أركان الإسلام وليس الحج فقط. طيب، فإذا هذا الجواب على اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا وضعت لك في الاختبار صح أم خطأ آخر آية نزلت من القرآن عند بعض أهل العلم اليوم أكملت لكم دينكم، صح ولا خطأ؟ ما فيها قولين؟ أكيد. جزاكم الله خير، روحوا بيوتكم والحمد لله رب العالمين.